بعض من الجمهور بيشوف انه تريزيجيه لعيب اناني شويه في الملعب. هل الجهاز الفني كان بيتكلم مع تريزيجيه في الحته دي؟ هو تريزيجيه مش بيلعب بشكل اناني. هو تريزيجيه عنده حاجه وانا اتكلمت معاه انا لوحدي، يعني انا كنت قابلته في الجيم او في الطرقه مش فاكر. اتكلمت معاه، هو عاوز يعمل كل حاجه. هو راجع عايز يفرح الجمهور، عايز يرجع يبقى يكسب الفرقه، عايز يرجع ان انا حتى هو في كلامه قال لك ان انا امنيه حياتي ارجع للنادي الاهلي وانا واقف على رجلي، مش عايز ارجع ابطل في النادي، انا عايز افيد النادي. وده هو تريزيجيه عايز يعمل كل حاجه. فبالتالي بيبان ان هو في بعض الاوقات ممكن يفكر بشكل يعني فردي، بيعترف بده. ممكن في بعض الاوقات. تريزيجيه وزيزو حبايب؟ اللعيبه كلها حبايب. تريزيجيه وزيزو حبايب جدا. حبايب جدا. ما بيبصوش لبعض ليه؟ بص، في الملعب في مواقف معينه بيبقى اللعيب عاوز هو اللي يفنش، او ان انا مثلا بيجي له وقت ان هو بيطمع ان هو خلاص شايف الجول مش شايف حد تاني. ده بتحصل في مين بيطمع موقف اكتر، زيزو ولا تريزيجيه؟ تريزيجيه اكتر شويه، لان تريزيجيه زي ما قلت لك دخلي فيها العوامل الثانيه ان هو عايز يعمل كل حاجه. فبالتالي انت لو انت عايز تعمل كل حاجه ممكن ما تعملش حاجه. فبالتالي في الاوقات اللي هو ابتدى يلعب السهل، ابتدى يلعب في التصويب مثلا في المرمى في وقت صح، او في ان هو يعدي ويعمل الباص صح. حلو قوي. دي حاجات في الملعب، مواقف بتبقى اللعيب هو اللي بيحلها. فبالتالي هو عاوز يعمل كل حاجه، فهو شايف الجول بس. وبعض الاوقات لما بيشوف بيلعب، لكن هو اتكلمنا معاه في الحته دي، فهو ابتدى يلعب بشكل جماعي، فده هتفرق معاه هو وتفرق مع التيم، لانه لعيب كبير تريزيجيه.